اهلا بيكم في فيديو جديد وملخص جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. معانا النهارده مسلسل كوري جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. لو لسه مش مشترك معانا ريت تشترك معانا وتفعل الجرس، وكمان تخبطنا بقى اللايك اللذيذ والكومنت الرايق عشان تروق علينا بكل الطرق الممكنه. بيبدأ مسلسلنا مع اون، وده بيبقى شاب اقل بكتير من كونه شاب عادي، لانه هادي جدا ومش بيتكلم حتى في المدرسه. محدش بيبقى عارف اي حاجه عنه لانه بيبقى مهتم بدراسته، واهم حاجه عنده درجاته، ولا بيكون حتى عنده صحاب ولا زمايل. بس في يوم بيكون قاعد لابس السماعات وبيذاكر في الفصل، وبيكون متنمر الفصل اللي اسمه يونج قاعد مع شلته اللي برضه بيبقوا متنمرين زيه، وبيرخموا على زميل معاهم في الفصل، وبيخلوه يتصور وهو بيرقص زي البنات عشان يتشهروا بسبب رقصته. التيك توك يعني كل دماغ الناس خالص. ولما يونج بيلاقي اون بيذاكر وقاعد في حاله بيبقى عايز يرخم عليه، فبيخلي واحد من شلته يديله الكوتش بتاعه، وبيروح حادف الكوتش ده على اون. بس اون بكل هدوء بيقلع السماعات وبيبص ليونج، فبيقول ليونج في منتهى اللامبالاة انه اسف، ولكن الاسف مش بيبقى باين على وشه خالص. فبيقول له اون يخلي باله المرة الجاية طيب. فبيتعصب يونج ان اون بيأمره بيقول له يخلي باله وكأنه مش خايف منه. فبيروح لأون وبيقول له انه بيستفزه ومش بيحب يشوفه، وبيقعد قدامه وبيقول له ان محدش بيحبه لانه مستفز. فبيبص اون للكتاب اللي قدامه وبيقول ليونج ينضج كده ويروح يذاكر له كلمتين انجليزي يفيدوه، بدل ما هو عمال يضيع في وقته وعمال على بطال. وكل الفصل بيبقى مستني جريمة قتل تحصل ويونج يخلص على اون في الحال. بس بيقاطعهم شلة شباب من فريق البيسبول من سنة تالتة بيدخلوا الفصل وبيبقى شكلهم خطير قوي، وبيسألوا عن شاب اسمه سوهو. فكل الفصل بيشاوروا على سوهو، وبيكون نايم اساسا وشكله عبيط جدا. فبيسأل قائد شلة سنة تالتة دول سوهو، وبيقول له هل هو عاكس بنت اسمها ناون. فبيقول له سوهو انه مش فاكر انهي ناون هو يقصدها، لانه عاكس بنات كتير قوي اسمهم ناون. فبيتعصب الشاب اللي في سنة تالتة ده وبيقول لسوهو انه عارف هو يقصد انهي ناون. فبيقول له سوهو انه بيهزر معاه، وبيقول له انه فعلا عاكسها لانها كانت معجبة بيه، وفضلت تكلمه لحد لما قدرت تنجح في انها تخليه ينزل معاها ويتعشوا سوا، ولكنه مش مهتم بيها اساسا. وفجأة بيتلاشى سوهو اللي بيحصل وبيسأل الولد اللي قاعد قدامه على نوع الأكل اللي في الكافيتيريا بتاعة المدرسة على اللي عاملاه على الغدا. فبيتعصب قائد شلة سنة تالتة وبيقوم صحابه يروحوا يكسروا عظم سوهو ده. وبرغم عددهم الكبير بس سوهو ده بيبقى خفيف زي الريشة، وبيقدر يضربهم كلهم في نفس الوقت، وكتر عددهم مش بيأثر عليه ولا أي حاجة. ولكنه كان حرفيا كان بيلعب معاهم ومجرد بس انه يبعدهم عنه يعني. لحد ما قائد شلة سنة تالتة بيتعصب وبيمسك مضرب البيسبول وبيحاول بكل قوته انه يضرب سوهو، لحد لما بيرمي المضرب عليه وكان فعلا هيكسر دماغه. فبيتعصب سوهو جدا وبيقول له انه دلوقتي يقدر يعتبروه عدو. وفي جزء من الثانية بيضرب سوهو الشاب ده بوكس واحد بس بيخليه يفقد الوعي ويقع على الأرض. وبيبص سوهو لشلة سنة تالتة وبيقول لهم ياخدوا أصحابهم على أوضة الممرضة، بس لو اسمه اتجاب وحد عرف إن هو اللي ضربه هيجيبهم واحد واحد ويوديهم بنفسه لأوضة الممرضة. وبيبص سوهو على الأرض وبيلاقي أقلام أون واقعة، وأون باصص له، وده لأنه وقع له أقلامه وهو بيتخانق. فبيتأسف سوهو لأون وبينزل يجيب له الأقلام، وبرغم قوته مش بيبان خالص إنه طيب، لأن حد بقوته ومهارته دي في الضرب المفروض يبقى متنمر زي الشلة إياها دي. بس أون مش بيقدر إن سوهو اتأسف له وبيقول له إنه غلطان عشان يتخانق في الفصل، وبيسيبه وبيكمل مذاكرته. وبنرجع مع أون البيت وبنعرف إنه عايش مع باباه لأن مامته وباباه متطلقين، وحياته بتبقى مملة جدا لأن أغلب الوقت بيبقى عايش لوحده عشان باباه بيسافر كتير. وأهم حاجة باباه بيطلبها منه إنه يذاكر كويس. وبنعرف إن حتى في أوقات فراغ أون بيبقى بيذاكر رياضة، وده لأن مامته تبقى بروفيسيرة في جامعة مشهورة وبتكون متخصصة في الرياضة. ولأن أون اتحرم من مامته في سن صغير، فبيكون بيحاول إنه يعوض النقص ده عن طريق إنه يتفرج على كل محاضراتها. وتاني يوم بيروح أون المدرسة عشان يذاكر وبيدخل الفصل وبيفتح الأنوار بنفسه. بس سوهو بيكون نايم في الفصل وأون مش بيهتم إنه نايم تعبان. وفي يوم باب الشقة بتاع أون بيخبط، فبيروح يفتح وبيتفاجئ لما بيلاقي سوهو قدامه، وبيعرف إنه شغال في توصيل الطلبات. فبيسلم سوهو عليه وبيقول له إنه معاه طلب شقته دي، بس أون بيقول له إنه متأكد إنه مطلبش حاجة. فبيراجع سوهو الطلب وفعلا بيكون دخل المبنى غلط. بس سوهو مش بيمشي غير لما بيستفاد من أون وبيطلب منه يجيب له مية. ولما أون بيرفض بيدخل سوهو البيت غصب عنه وبيقول له إنهم زمايل في الفصل وعلى الأقل يجيب له مية لأنه شغال من الصبح وممكن يفقد الوعي فيه يا جدع. وفعلا اون بيجيب ازازه ميه وكوبايه لسوهو، بس سوهو مش بيستنى اون يفضيله وبيشرب من الازازه على طول كانه قاعد في صاله بيتهم بالظبط. وبيشكر سوهو اون وبيقول له انه هيشوفه في المدرسه وبيسيبه يمشي.
وتاني يوم بيوصل طالب جديد لمدرسة أون وبيعرفوا نفس الفصل وبيكون اسمه سوك، وبيبقى لابس نضارة وشكله طيب جدا، وزي أي طالب جديد لازم يونج يروح يفرض سلطته عليه. فبيروح يونج لسوك وبيعرفه بنفسه وبيسأله هو اتنقل من مدرسة ايه يا حبيبي. فبيقول له سوك انه جاي من مدرسة مون كانج، ودي بتبقى مدرسة غالية جدا وبيعرفوا انه غني. وبيفضل يونج يسأل سوك على أي طالب من اللي يعرفهم في مدرسة مونكي كانج، بس سوك بيقول له انه ما يعرفش حد. فبيقاطعهم اون لانه بيطلب من يونج يقوم من على الكرسي بتاعه لانه بيبقى قاعد جنب سوك. فبيرفض يونج انه يتحرك من مكانه، بيقول لاون لو عرف انه يجبره انه يقوم هيقوم. فبيمسك اون القلم بتاعه وبيفتحه كانه على وشك انه يطعن يونج، بس سوهو بينهي الخناقه دي من قبل ما تحصل وبيقول ليونج وشلته انهم لو عملوا صوت عالي هيقوم يضربهم كلهم. وطبعا كل اللي في الفصل بيخافوا من سوهو، فبيسيب يونج اون وبيمشي. وبالليل بيروح يونج يسهر مع صحابه في مكان للسهر، وبيبقوا طالبين طلبية فينتانيل وده مخدر، واللي بيوصل الفينتانيل ده شاب اسمه داي. وبنعرف انه يبقى ابن خالة يونج وبيبقى عضو في عصابة خطيرة. فبيسأل يونج داي على انفراد لو الفينتانيل ده اتحط على جلد اي حد مش بيتعاطى الفينتانيل ممكن يعمل فيه ايه. فبيقول له داي انه هيدخل للدم بشكل مباشر وهيخلي اللي يتعمل فيه كده يدوخ ويدخل في حالة هلوسة. وتاني يوم بيروح يونج لسوك وبيقول له يجي معاه عشان عايز يتكلم معاه على انفراد. وبيعزم يونج سوك على مشروب وبيقول له انه اتصل باصحابه اللي من مدرسة مونكي كانج سألهم عليهم، وعرف انه مشي من المدرسة بسبب ان الطلاب كانوا بيتنمروا عليه وهو هرب منهم. فبيتوتر سوك وبيخاف لا يونج يتنمر عليه زي ما كان بيحصل معاه، بس يونج بيقول لسوك انه مش بيقول له كده عشان يخوفه ولكنه بيبقى عايز يبقى صاحبه، واول خطوة عشان يبقوا صحاب لازم ينفذ له خدمة. وبيدي يونج لزقة فينتانيل لسوك وبيطلب منه يلزقها على جلد اون بأي شكل. وفي اليوم ده بيكون في امتحان وسوك بيبقى قاعد ورا اون، وعشان سوك بيبقى خايف من يون بيضرب اون على قفاه وبيفضل يتأسف له وبيقول له ان كان في حشر على جسمه، وبيكون نجح في انه يلزق اللزقة دي على قفا اون. وبعد شوية اون مش بيقدر يركز في الامتحان، وده لانه بيفضل يعرق ويهلوس وحالته مش بتبقى احسن حاجة. بس بعد شوية بيحس اون بحاجة في قفاه وبيقدر يشيل اللزقة وبيعرف انه اتخدر. فبيفضل يضرب نفسه بالأقلام لحد ما كل اللي في الفصل بيفكروه اتجنن خلاص. وبعد الامتحان بيراجع اون اجاباته وبيلاقي نفسه سقط، ودي اول مره تحصل له، فبيتعصب جدا وفجاه بيقوم من مكانه وبيبقى رايح ليونج لانه بيبقى متاكد انه هو السبب في اللي حصل كله. وبيكون ماسك في ايده قلم وبالايد التانية بيمسك كتاب وبيضرب بيه يونج، وبالقلم اللي في ايده بيغرزه في ايد صاحب يونج عشان ما يقومش يدافع عنه. وصاحبهم التالت في الشله بيقف يتفرج عليهم من بعيد لانه بيخاف من اللي بيحصل الصراحه. وكل الفصل بيراقبه اون وهو ماسك يونج ونازل فيه ضرب لحد لما بيلف الستار على دماغه وبيفضل يضربه كأنه كيس ملاكمة ووشه بيفضل ينزف. ولما بيقع يونج على الأرض وهو مش قادر يتنفس بيقول له أون إنه طلب منه بكل احترام يبعد عنه ولكنه ما بعدش، استحمل بقى. وبيرفع أون رجله عشان يكسر عظم وش يونج، بس بيجي سوهو في آخر لحظة وبيرمي أون في الهوا بيقوله إنه كان فاكره طيب بس طلع شيطان صغير وبيفضل يضحك. فبيتعصب أون وبيحاول إنه يهجم على سوهو، بس سوهو بيبقى اقوى واسرع منه، ده غير انه بيبقى متدرب على الملاكمه اساسا. فبتدخل مدرسه الفصل عليهم وبتشوف اون وهو عمال يضرب في زمايله، وبيتنقل يونج للمستشفى وده لان مناخيره بتتكسر وبيبقى لازم يعمل عمليه فيها. وبتروح مدرسه الفصل للمستشفى عشان تحل الموضوع مع يونج ومامته وبيكون معاها اون. وطبعا مامة يونج بتفضل تهزق في اون وبتقوله انها مش هترتاح غير لما تحبسه، بس اون مش بيقدر يستحمل كل تهزيقها وبيطلع لزقة الفينتانيل وبيقول لمامة يونج على اللي يونج عمله فيه في الفصل. ولما يونج بينكر ان ليه علاقة بالمخدر اساسا بيفتح اون شنطة يونج وبيطلع منها علبة فينتانيل، وبيبقى ده الدليل اللي يدين يونج. وبتتكلم المدرسة مع مامة يونج بكل هدوء بتقول لها ان هي كانت جاية عشان ترجع حقها، بس اون كان عنده مبرر قوي جدا انه يقتل يونج حتى لانه ما كانش في وعيه بسبب يونج. وبتطلب منها بكل احترام انها تسحب يونج ويعزله من المنطقة لأنه لو اتنشر اللي حصل ده مستقبله هيبقى معرض للخطر بشدة. وتاني يوم بيروح لاتنين صحاب يونج ولأون وبيقولوا له إنه غدر بيهم في آخر مرة وإن النهاردة هيبقى يوم عقابه. فبيقوم أون بكل هدوء بيقول لهم يروحوا وراه الحمام عشان ما يعملوش مشكلة. وفعلا بيدخلوا هما التلاتة الحمام وبيقفل أون الباب عليهم وبيطلع أون القلم بتاعه من جيبه وبيفتحه وبيبدأ يتحرك ناحية الاتنين، بس الاتنين بيبقوا خايفين منه أساسا لأنهم شافوه لما بيتحول لحيوان مفترس. فبيطلب اون منهم
يوقفوا اللي بيحصل قبل ما حد يتأذي، ومن خوف الاتنين مش بيقدروا يتكلموا حتى، وبيمشي اون وهو كسبان الخناقة من قبل ما تبدأ أصلا. وطبعا كل اللي في الفصل مش بيبقوا مصدقين إن اون عنده شخصية قوية، ومتنمرين الفصل بيخافوا منه كده. وفي الوقت ده يونج بيكون قاعد متغاظ من اون، وبيطلب من دي إنه ينتقم له وهو هيديله اللي هو عايزه. وبالليل بيكون اون راكب الباص وراجع بيته بعد ما خلص دروسه في الأكاديمية، ولكنه بيلاقي سوهو راكب السكوتر بتاعه وواقف جنبه وبيسلم عليه. فبيسلم اون هو كمان عليه، وبيتأسف له على انه كان عايز يضربه في اليوم اللي فقد السيطرة فيه على نفسه. بس سوهو بيقول له انه مش زعلان منه، ولكن لو عايز يتأسف له بجد فالمفروض يشتري له وجبة غدا في المدرسة. وبنعرف ان نظام حياة سوهو غير اون خالص. يعني مثلا اون عايش في بيته بياكل وبيشرب وبيذاكر لوحده، بس سوهو بيبقى شغال اكتر من شغلانة، وبيرجع المدرسة ياخد دش وينام لحد لما اليوم الدراسي يبدأ. وتاني يوم لما اون بيروح المدرسة بدري مش بيحب انه يشغل الانوار عشان ما يزعجش سوهو وبيخليه ينام براحته. وفي استراحة الغدا بيروح اون يصحي سوهو وبيطلب منه يقوم معاه عشان يعزمه على الغدا. وفعلا بيروحوا الاتنين يتغدوا سوا، ومحدش في المدرسة كلها بيبقى مصدق ان اون بقى ليه صاحب اخيرا. وبيروح دي ليونج وبيقول له انه جاهز عشان ينتقم له، بس عايز يعرف مين اللي عمل في وشه كده. وبنروح للمدرسة وبيكون اون رايح للأكاديمية بتاعته، بس سوك بيوقفه وبيبقى عايز يفتح كلام معاه، بس اون بيقول له انه مش مضطر يفتح كلام معاه عشان يتجنب انتقامه، لانه مش هينتقم منه، لانه عارف كويس ان يونج هو اللي اجبره يعمل كده. بس برضه لو حاول يتأسف له فهو مش هيتقبل أسفه وبيسيبه وبيمشي. وفي طريق اون للأكاديمية بيلاقي يونج واقف مع دي وعصابته. ولما اون بيحاول يمشي من غير مشاكل، دي بيوقفه وبيقول له انه اسف بس ده شغله، وبيضرب اون بالقلم وبياخده المكان تاني عشان محدش هيشوف ايه اللي يحصل. ولما سوك بيشوف اللي حصل بيجري على سو بيقول له اللي حصل، بس سو مش بيبقى مهتم. فبيقول له سوك انه هيدفع له مبلغ كبير بس يروح يدافع عن اون، وفعلا سوهو بيوافق وبيروح بسرعه مع سوك. وبنروح لاون وبيطلب داي من بنت معاه اسمها يي انها تراقب الوضع عشان ما يقعوش في مشكله. وبيطلب يونج من داي انه يكسر ايد اون عشان ما يعرفش يذاكر تاني، لانها اكتر حاجه هو بيحبها. بس اون بيكون بيحسب في كام واحد هيهجم عليه وهيهجم عليهم ازاي، وبيكون في 3 على شماله و2 على يمينه، ده غير دي اللي جسمه اضخم واحد فيهم. وبيكون المفروض يبدأ بالهجوم، وفعلا بيقدر يضرب دي وبيرمي تراب على باقي عصابته، وبيقدر يضربهم وبيمشي بالراحة عشان يمشي. وبس دي بيقوم وبيشيله وبيخبطه في الحيطة فبيقع اون على الأرض. فبيستغل يونج الفرصة وبيروح زي الجبان وبيفضل يضرب في اون، وبيخلي أصحابه يمسكوا إيد اون عشان يكسرها بنفسه. بس سوهو بيجي بسرعة وبيطير في الجو، بيضرب يونج وبيمد إيده لأون وبيقومه. بس بتقوم خناقة بين دي وسوهو، وبيستغل يونج ان اون مصاب وبيخلي اصحابه يهجموا معاه على اون. وبيشوف سوهو يونج وهو رايح يجيب ازازه عشان يضرب اون بيها، ولكنه مش بيقدر يروح يمنعه لان دي بيبقى ماسكه. ولكن سوك بيتدخل في آخر لحظة وبيضرب. فبيقوم سو بيقول ليونج واصحابه انه مش قادر، انهم جبنة لان الجبان بيتكسف يعمل اللي بيعملوه. وبيطلب يونج المساعدة من دي، بس دي بيسيبه وبيمشي لانه بيتكسف من يونج. وبيطلب اون بكل ادب من يونج انه يوقف اللي بيعمله ويسيبه ويمشي. وبعد كل الضرب ده بيطلب سوهو من سوك انه يعزمهم على الاكل في مطعم مخصوص. بس اون ما كانش عايز يجي معاهم، بس سوهو بيصمم وبيروحوا التلاتة المطعم سوهو شغال فيه، وبيطلب منهم يساعدوه في الشغل الاول انهم السبب في انه يتعب. وبعد ما يخلصوا شغل بيقعدوا ياكلوا سوا، ومن اللحظة دي بيبقوا صحاب لدرجة ان سوهو بيعمل لقمة وبيأكل اون في بقه. وبيحس اون لأول مرة ان بقى ليه صحاب. بيعرف رئيس عصابة دي باللي حصل وانه اتضرب كمان من شلة عيال في ثانوي. وبنعرف ان رئيس العصابة ده شخص مجنون وخطير جدا لدرجة ان دي بيترعب منه وبيكون اسمه جيل. وكعقاب لدي بقى بينزل جيل ضرب في ايد دي لحد ما بيكسرها له. وبيشوف يونج دي وهو في المستشفى وايده مكسوره، فبيساله ايه اللي عمل فيه كده. فبيرد جيل عليه وبيقول له انه السبب، وعشان يحاسب على اللي عمله لازم يتعاون معاهم. وبنروح لأونه بيكون في سوبر ماركت وبيشوف يي اللي في عصابة دي واقفة في اسم الميك اب، وبتاخد صباع روج وبتقطمه بسنانها وبتشيله في شنطتها، وده عشان تاخد حتة منه من غير ما تحاسب عليه. ولما يي بتعرف ان اون شافها بتروح تحضنه بتمثل انها حبيبته، بتبقى عايزة تمشي معاه. وبتلاقي الدنيا بتمطر واون بيكون معاه شمسية، فبتروح يي وبتمسك في دراع اون وبتقول له انه لازم يحميها من المطر لانه راجل وهي بنت ضعيفة، وبتجبره انه يوديها لاقرب مطعم ويشتري لها كاكل كمان. وبتاخد دي تليفون اون وبتتصل على نفسها وبتسجل رقمه وبتقول له انه شاب تقيل وده ذوقها، وبتوعده انه هيشوفها كتير قوي لانها اعجبت بيه. وتاني يوم في المدرسة بيروح يونج لأون وبيطلب منه يتكلم معاه على انفراد، بس سوك وسوهو بيبقوا عارفين انه ممكن يغدر بأون وهو بقى صاحبهم، وبيروحوا معاه عشان يعرفوا هو عايز ايه منه بالظبط يعني. بس يونج بيطلب من اون انه يروح للمحامي بتاعه ويتكلم معاه،
ويتراجع عن اللي قاله وإنه كان ليه علاقة بالمخدرات، وبيفضل يونج يعيط ويترجى أون وسوك لحد لما بيوافقوا يساعدوه عشان ينهوا المشاكل. وبياخد يونج أون وأصحابه وبيروح لجراج غريب وبيقول لهم إن المحامي بتاعه هناك، بس بيكون بيستدرجهم لجيل وعصابته. وجيل بيروح لأون وأصحابه بيقول لهم إنه كسر إيد داي ولكنه كذاب، وهيقول إن هم اللي كسروها، وعشان ما يرفعش عليهم قضية بيطلب منهم في خلال 3 أيام يجيبوا له 15 مليون ين عشان يسامحهم. بس سو بيقول له إنه مش هيعرف يعمل معاهم حاجة، بس جيل بيطلع سكينة وبيعور سو في دراعه، وبيقول لهم إن خلال 3 أيام لو الفلوس ما جاتلوش هيتأذوا جامد. وبتفضل يي واقفة قدام أون ومش بتبقى عارفة تدافع عنه. وفي خلال ال3 أيام دول عصابة جيل بتبقى بتراقب كل واحد من ال3 في كل الأوقات، لحد لما أون بيطلب من يي إنه يقعد معاها وبيبقى عايزها تساعده في إنهم يتخلصوا من جيل. بس يي بتقول له إن جيل ده مجنون، وإن اللي بيعمله معاهم ده هو عمله معاها هي ودي وكل اللي في العصابة عشان يجبرهم إنهم يشتغلوا معاه ويساعدوه في النصب اللي بيعمله. وجيل مش بيهدد الناس بس وبياخد منهم فلوس، لا ده عنده لعبة قمار إلكترونية قريبه هو اللي مصممها له، وبيخلي الطلاب اللي في ثانوي يلعبوها ويخلي قريبه يسمح لهم يكسبوا أول كام جولة من اللعبة دي كده، وده عشان يطمعوا ويلعبوا بفلوس أكتر وفي الآخر يخسرهم. ولما بيخسروا مش بيبقى عندهم فلوس يلعبوا، بيوافق إنه يسلفهم فلوس بشرط إنهم يدوله أي ضمان زي مفتاح عربية أو عقد بيت. ولما بياخد منهم الضمان بيبدأ يهددهم وياخد منهم فلوس أكتر. وفي اليوم التالت بيقول سوك لأون وسوهو إنه جاهز 15 مليون ين والمفروض يدوا الفلوس لجيل وينهوا الموضوع. بس أون بيقول لهم إنه هيتخلص من جيل بنفسه وهم هيساعدوه، وبيعرفهم اللي يي قالته له، وكمان بتكون وريته صور المخدرات وحالات الاعتداء والضمانات اللي بياخدها من اللي بينصب عليهم. وبيعرفهم إنه بيسيب كل الأدلة دي في خزنة في بيته. وبيتفقوا على خطة، وإن سوهو يحاول يلهي جيل ويخليه يوديه لبيته، ومن هناك سوهو يبعت العنوان لأون وسوك وهم يروحوا له بالشرطة. وفعلا سوهو بيقدر يعرض على جيل انه هيساعده في اللي بيعمله وخصوصا لعبة القمار، وهيقدر يخليه ياخد 3 اضعاف الفلوس اللي بياخدها، بس بشرط يروحوا في مكان ويتكلموا. وبيعجب جيل بالفكرة دي وبيطلب من يي ودي انهم يقفوا يراقبوا سوكو اون على ما يرجعوا البيت ويشوف سوهو هيفيدوه ازاي. وبيعرف دي ان يي عرفت اون كل حاجه وانهم بيحاولوا يوقعوا جيل. ولما سو بيوصل لبيت جيل بيقدر يكلم اون بساعته الذكيه ويعرفه المكان، بس جيل بيضرب سو بمضرب بيسبول في دماغه وبينزل فيه ضرب، وبياخد بعدها تليفونه وبيقلب في اخر رسائل عنده، وبيعرف ان الشرطه في طريقها. فبينهار جيل وبيقول له انه كان فاكره هيجيب ناس صحابه عشان يدافع عن نفسه، ولكنه ما كانش متوقع الشرطه خالص. ولما سو بيفقد الوعي بيطلب جيل من عصابته انهم يتحركوا بسرعه قبل ما الشرطه تيجي، بس سوك بيكون قدر يوصل قبل اون والشرطه، وبيعرض على جيل انه هيديه الفلوس اللي عايزها بس يسيبهم، بس جيل بيخطفه هو كمان، تعال انت كمان. ولما بيوصل اون مع الشرطه البيت جيل مش بيلاقي اي حد هناك والشرطه بتسيبه وبتمشي. فبيقدر اون انه يدخل بيت جيل وبيلاقي دم على الارض ومش بيلاقي اي ادله في البيت، وبيعرف ان اصحابه اتخطفوا. وبيتصل جيل بدي وبيقول له يجيله بسرعة لمانجو دول، ودي تبقى ملاهي مهجورة عاملينها مكان لتجمع العصابة. وبيعرف دي إن جيل كشف خطة يي وفكر إنه السبب، بس دي بيطلب من يي إنها ما تتحركش من مكانها ولا حتى تيجي وراه، وبيبقى عايز يروح لجيل ويتعاقب لوحده. بس هو بيتصل بيه وبيعرفها اللي حصل، بيقول لها إن جيل عرف اللي بيعملوه، فبتروح يي بسرعة ورا دي وبتقوله إنها مش هتسيبه لوحده. ولما يي بتعرف المكان اللي دي رايحه الجيل بتخلي أون يروح لهم على هناك. ولما دي بيروح لجيل بيكون جيل رابط سوهو وسوكو، بيقول لدي انه هيسامحه بس لازم يتعاقب، وبيقوم يضرب فيه بكل عنف. وبيروح جيل عشان يخلص على سوهو وسوك، بس دي بيدافع عنهم وبيحاول دي انه يضرب جيل، بس جيل بيعور دي في رجله وبيخليه مش قادر يتحرك. بس يي بتتدخل وبتضرب جيل على دماغه، ولكنه بيقوم لها تاني وبيبقى عايز يموتها. بس اون بيدخل عليهم وبيسمعهم كلهم صوت انذار الشرطة، وبيطلع جيل يجري هو وعصابته. وبيروح اون يفك سوهو وسوك، ولكنهم مش بيلحقوا يمشوا لان جيل بيرجع لهم تاني بعصابته. وبنعرف ان صوت الشرطه ده كان من تليفون اون لانه كان عايز وقت انه يفك اصحابه. وبتهجم عصابه جيل على اون وسوهو اللي بيحاولوا انهم يدافعوا عن نفسهم. وفي الوقت ده يي بتبقى عايزه تاخد دي ويهربوا عشان ما يتاذيش، بس الشرطه بتوصل فعلا وبيحاولوا انهم يهربوا منهم. وبيجي ضابط شرطه وبيقدر يوقف جيل قبل ما يخلص على اون، بس جيل بيزق واحد من عصابته على الشرطي ده وبيجري عشان يهرب. فبيجري اون وراه، وبعد ما جيل يبعد عن الشرطي وبيلاقي اون وراه بيقول له انه هيموت رسمي. وبيحاول اون انه يهجم على جيل، بس جيل بيبقى اقوى منه، ولكن سوهو بيكون جري وراهم لانه ما كانش عايز يسيب اون لوحده. وبيتعاون سوهو مع اون كانهم في جسم واحد، وبيقدروا يضربوا جيل ويخلوه يفقد الوعي كمان، وبيربطوه لحد لما الشرطه تقبض عليه. وبنروح لدي وبيكون حبس نفسه وخلى يي تهرب عشان ما يتقبضش عليها معاه، وفعلا بيتقبض على دي وجيل.
وبيروح أون وسوك عشان يتحقق معاهم، بس بيدخل عليهم واحد وبيقول لهم إنه مش هيعرف أهاليهم وإنهم مالهمش علاقة بالموضوع ده، وبيطلب من أون إنه يمشي لأن ليه كلام مع سوك. وبيقوم الراجل ده مع سوك وبيقول له يجي معاه لأن باباه عارف اللي حصل، فبيتضايق سوك إنه عرف باباه. وفي طريق أون عشان يخرج من مركز الشرطة بيلاقي داي بيتحقق معاه، فبيبص له داي وبيتأسف له وبيقول له إنه أول حاجة هيعملها بعد ما يخلص فترة عقوبته إنه هيجي له عشان يعزمه على وجبة غدا ويبقوا صحاب. وبنروح تاني لسوك وبنعرف إن أبو سوك عضو كونجرس وده منصب عالي جدا، واللي واقف قدام سوك ده يبقى محامي العيلة ولكنه بيبقى ليه سلطة على حاجات كتير قوي. وبيروح أون لسوهو في المستشفى وبيقول له إن يي جاية تتأسف له بنفسها، وبتطلب يي من سوهو إنها تنام على السرير اللي جنبه في المستشفى، ويقول إنها قريبته عشان بعد ما دي اتسجن فهي ما عندهاش مكان تعيش فيه. فبيوافق سوهو إنها تنام جنبه. ولما بيرجع أون لبيته بيلاقي ضلمة وشكله كئيب، حتى باباه مش بيبقى موجود. فبيرجع أون المستشفى لسوهو تاني وبيكون جايب أكل ليه وسوهو وبيقول لهم إنه عايز يقعد معاهم. فبيبص سوهو لأون وبيقول له إنه مش مصدق اللي بيعمله لأنه عمره ما كان لطيف كده، فبيضحك كل لسوهو وده بيخلي سوهو يموت من الرعب لأن دي أول مرة يشوف أون بيضحك فيها. بس أون بيقول له ياكل وهو ساكت، وبيكون أون فرحان إنه قاعد وسط أصحابه. وبنروح لسوكو وبنعرف إنه يتيم وإنه عضو الكونجرس باباه اتبناه عشان يبين للناس إنه طيب، بس في الحقيقة بيكون بيعذب سوك بكل أنواع الضرب والإهانة. وتاني يوم بيروح سوق المدرسة وبيعرف إن هو وأون وسوهو بقوا مشهورين بسبب إنهم اتخلصوا من عصابة جيل، وبيعرف أون من سوهو إنه سمح ليه إنها تعيش معاه في بيته وكمان تشتغل معاه. وبيحس سوك إن من يوم ما يي دخلت الشلة وهو بقى مش محبوب منهم، وبيعاملوه كأنه ما كانت فلوسه بس وكأنها خدت مكانه. وفي يوم بيكون أون وسوهو وسوك ويي في مكان كايروكي وقاعدين مع بعض، فبيروح سوك يجيب مشروبات ليه ولأصحابه، بس في طريق رجوعه للأوضة اللي أصحابه فيها بيقابل شلة الشباب اللي كانوا بيتنمروا عليه في مدرسته القديمة. فبيجري منهم، ولما بيرجع للأوضة اللي أصحابه فيها بيلاقي يي ماسكة تليفونه وبتتكلم فيه، وبيكون واحد من الشلة القديمة اتصل بيه وهي ردت وعرفتهم مكانه. فبيتعصب سوك على يي لدرجة إنه كان عايز يضربها، فبتزعل يي وبتسيبهم وبتمشي، فبيروح سوهو وراها. وبيدخل الشلة المتنمرة الأوضة اللي سوك وأون فيها وبيبقوا عايزين يتنمروا على سوك، بس أون بيقول لهم إنه هيطلب منه بالأدب مرة واحدة بس إنهم يمشوا وما يضايقوش صحابه فيها. ولما بيسأل سوك مين دول بيقول لهم صحابه القدام ولكنه مش بيحبهم. وبنعرف إن سوهو وأون بيتمرنوا مع بعض كل يوم الصبح، وكمان سوهو بيبدأ يعلم أون الملاكمة وبيعرفه كام حركة كده يدافع بيها عن نفسيته لو هو مش موجود. ولما بيلاحظوا إن سوك بقاله أيام ما خرجش من بيته ولا حتى بيروح للمدرسة، وبيروحوا له البيت عشان يطمنوا عليه وبيلاقوا بيته واسع وكبير، وبيشوفوا صورة ليه مع عيلته وهو بيضحك. بس سوك بيقول لهم إنه يتيم وإنه طفل متبني، وبعد إلحاح من سوهو بيضطر سوك يعرفهم هو ليه اتعصب على يي ومين الشباب اللي كانوا بيضايقوه دول، وبيعرفهم إنه اتضرب كتير منهم لحد ما بقى عنده عقدة نفسية مخلياه جبان. فبيتعصب سوهو جدا وبيطلب من سوك يتصل بيهم ويعرف مكانهم لأنه هيخليهم يتأسفوا له على اللي حصل. وفعلا سوك بيعمل كده وبيعرفهم مكانهم وبيروحوا لهم. ولما بيطلب سوك منهم يتأسفوا له بيضحكوا عليه وبيقوم واحد منهم وبيبقى عايز يضرب سوك، بس سوك بيمسكه من ودانه زي الطفل الصغير وبيقول له يتأسف لسوك وايه اللي هيضربه. فبيتأسف الشاب لسوك فعلا، بس سوك مش بيسامحه بسهولة، بيقول له انه عايز يضربه مرة واحدة عشان يعرف انه بيتأسف له بصدق فعلا. وبيضرب سوك الشاب ده بالقلم، فبيرد له الشاب ده نفس القلم وبيكسر له نضارته، بس سوك بيتجنن وبيمسك مايك وبيبقى عايز يروح يضرب الشاب ده بالمايك. بس سوك بيقدر يلحق سوك قبل ما يرتكب جريمة وبياخده عشان يمشي، وبيطلب اون من الشلة دي انهم يبعدوا عن سوك. وفي الوقت ده سوك بيتعصب على سوك بيقول له انه مش هيسمح له انه يامره يعمل ايه وما يعملش ايه ويخليه ماشي جنبه زي الخدام. بس سوق مش بيبقى فاهم سوق بيقول له كده ليه، حتى كان لسه بيحاول يجيب له حقه من شويه. والامور بتتشد ما بينهم، بس اون بيبعدهم عن بعض وسوق بيسيبهم وبيمشي. وفي طريق سوق لبيته بيقابل شلة يونج وزمايله من الفصل، وبتكون شلة المتنمرين ماشيين ورا سوق وعايزين يضربوه. بس زمايل سوق من الفصل بيروحوا يضربوا الشلة دي وسوق بينهار وبيفضل يضرب فيهم بكل قوته ومحدش بيوقفه. وبيحس سوك انه قدر ياخد راحته مع شلة يونج دي وبيعزمهم على مشروبات على حسابه. ومن اللحظة دي نقدر نقول ان سوك بدأ يتحول لشخص تاني خالص. وده لأن سوك بدأ يبعد عن سوهو وأون وبقى يقعد مع شلة يونج ويستغل فلوسه في إنه يبقى واحد منهم. وبرغم إن أون مش بيبقى حابب اللي سوك فيه ده، بس سوهو بيحاول يخليه ما يزعلش وبياخده معاه يعملوا أي حاجة، لدرجة إنه خده عشان يعلمه شغلانة توصيل الطلبات دي مع إنها مش محتاجة علام يعني. بس الموضوع بيزيد عن حده، وفي كافيتيريا المدرسة بيكون في طابور كبير عشان يستلموا الأكل، بس سوك وشلته بيعدوا الطابور وكأنهم مش مهتمين بحد، فبيحاول سوق إنه يمنعهم وبيضرب واحد منهم، فالباقي بيخافوا وبيبقوا في الطابور. بس سوق بيفضل واقف مكانه وبيقول لسوق إنه مش مضطر يسمع كلامه، بس سوق بيزقه بعيد عنه بشكل عنيف.
فبيوقفهم اون عن اللي بيعملوه ده. وبسبب اللي حصل ده سوق بيطلب من شلته انهم يجيبوا له حد يقدر يضرب سوهو ويعلمه الادب. فبيقولوا له ان في واحد اسمه وو وده ملاكم برضه زي سوهو، بس سوهو خسره قبل كده في بطولة قديمة، ومن يومها وهو بيتمرن عشان يبقى اقوى منه. وفعلا لما سوق بيروح لوو بيقوله انه عايزه يضرب سوهو ويأذيه، فبيفرح وو جدا لانه مش بس هينتقم من اللي حصل له زمان، لا ده هياخد فلوس على كده من سوق كمان. وسوق بيبقى عايز يخليه يضرب سوهو في يوم عيد ميلاده، بس مش بيستكفي بكده، لا ده بيبقى عايز يأذيه قبل عيد ميلاده عشان لما يضربوه ما يبقاش عنده فرصة في الدفاع خالص. فبيقعد 3 من شلة سوك إنهم يقطعوا فرامل السكوتر بتاع سوهو، وكان هيعمل حادثة خطيرة وكان هيموت، ولكنه قدر يتمالك الموضوع وحصل له كسر في رجله الشمال بس. وتاني يوم لما سوهو بيروح المدرسة بيعرف إن سوك اللي عمل فيه كده، ولكنه مش بيقول لأون. وبيكون ده يوم عيد ميلاد سوهو اساسا، وبتكون يي بتحضر الحفله بتاعت سوهو اون بيساعدها لحد لما سوهو يوصل ويحتفلوا مع بعض بقى. بس بيجي رساله ليه من سوكو بيطلب فيها انها تيجي تقابله لوحدها، وفعلا بتروح له بسرعه تقابله وبتبقى فاكراه عايز يرجع صاحبهم تاني، ولكنه بيخطفها وبتتاخر يي، وبنعرف ان سوهو وصل الحفله وقاعد مع اون. بس اون بيشوف رساله جت على تليفون سوهو من تليفون يي، وبتكون صوره ليها ومكتوب تحتها عنوان، وبيطلب فيها اللي بعت الصوره بيبطل يتجاهله ويجي بسرعة بدل ما صاحبته تتأذي. فبيعرف اون ان ده سوك، فبيقفل اون التليفون بتاع سوهو عشان ما يسمحلوش انه يشوف الرسالة دي. وبيقول لسوهو انه هيروح للسوبر ماركت يشتري حاجة، وبيروح اون فعلا للمكان اللي اتبعت له، وبيكون مكان مهجور وسوك وشلته واقفين مستنيين سوهو عشان يأذوه. بس اون بيقدر ياخد ايه ويسمح لها تهرب، وكمان بذكائه كان قدر يخلص على كل شلة سوك. بس هو كان اقوى منه بكتير لانه بيتمرن ملاكمة، وبينزل وضرب في اون، وكمان يونج بيبقى موجود وبينزل هو وشلته ضرب في اون، وسوك بيبقى واقف بيتفرج على صاحبه بيتضرب ومش بيعرف يمنعهم. وبتطلب بيه الشرطة والإسعاف بيجي معاها عشان يعالجوا أون، بس أون بيقول إنه ما شافش مين ضربه، مش بيبقى عايز يبلغ عن سوك. وتاني يوم سوهو بيلاقي إن سوك وأون ما جوش المدرسة، فبيتصل سوهو بأون بس مش بيرد عليه. ولما سوهو بيسأل يي عن أون بتقوله إنها ما تعرفش هو فين، لأنه بيكون طلب منها تخبي اللي حصل عن سوهو. بس سوهو بيعرف بطريقته، وده عن طريق إنه بيروح لشلة سوك الجديدة وبينزل فيهم ضرب لحد لما واحد فيهم بيتعب من الضرب وبيحكي اللي حصل لسوهو. وبيقول له إن سوك كان عايزه يضربه هو، بس أون جه مكانه عشان عايز يحميه. فبيروح سوهو البيت أون عشان يطمن عليه، بس أون ما كانش عايز يدخله البيت. بس سوهو بيلمح دراع أون وهو متجبس وبيعرف إن اللي اتقال له حصل، فبيقول لسوهو لأون إنه بس كان عايز يطمن عليه، وبيطلب منه يجي بكرة المدرسة لأن في امتحان مهم، وبيسيبه وبيمشي من غير ما يفتح معاه الموضوع. وبيروح سوهو ليونج وبينزل فيه ضرب زي ما عمل مع أون، ولكنه بيلاقي تليفونه بيرن وبيكون سوك، وسوك بيكون عايزه يجي يقابله عشان ينهي الموضوع معاه، وفعلا سوهو بيوافق يروح يقابله. وبيكونوا متفقين يتقابلوا في نادي ملاكمة. وفي الوقت ده اون بيكون بيذاكر، وبتتصل يي بيه وبتقول له ان سوهو عرف اللي حصل ودلوقتي هو بيدور على سوك، فبيقوم اون بسرعة عشان يلحقه. بس سوهو بيكون دخل لنادي الملاكمة ولقى سوك واقف وسط شلته وكمان واقف معاه. بس سوهو ما كانش عايز يضربه، ولكنه بيتأسف له انه جرح كرامته، وبيطلب منه يحل الموضوع بهدوء، والحل هيبقى عبارة عن انه يتأسف لأون. بس سوك بيرفض يعتذر لسوهو، بيقول له انه مش عايز يعمل حاجه مش على مزاجه، فبيقول لسوهو انه اسف بس لازم يعمل كده، وبيضرب سوك بالقلم. بس هو بينادي على سوهو بيقول له انه مش هيضربه ضرب شوارع عشان ما يبقاش كسب بشكل غير شرعي، وبيطلب منه يطلع على الحلبة عشان يجددوا الماضي. بس قبل ما سوهو بيطلب بيمسك كل شلة سوك وبيضربهم وبيطلع له. بس هو بيكون حاطط التليفون بتاعه على وضع التصوير لانه بيبقى عايز يذل سوهو. بس سوهو برضه بيبقى امهر منه بكتير برغم انه مش بيتمرن باحتراف زي وو. بس واحد من شلة سوق بيقرر يتدخل عشان سوهو يتهزم، وبيمسكه من رجله وبيوقعه، وبيكون ادى فرصة لوو انه يقوم ويضرب سوهو بالرجل في وشه. وفي الوقت ده كل شلة سوك وبما فيهم سوك بينزلوا ضرب في سوهو برجليهم لحد لما بيقطع نفسه وبيكون مات. ولما سوك بيشوف سوهو جثة على الأرض بيفضل يعيط وبيقول له إنه بس كان عايز يعلمه الأدب عشان يحترمه. بس محامي العيلة سوك بيوصل للمكان وبيبعد سوك عشان يحل الموضوع. وبيتصل محامي سوك بالشرطة وبيخلي شلة سوك يقولوا إنهم كانوا بيتمرنوا مع سوهو، لكنه وقع مرة واحدة مش بيتنفس. وطبعا أبو سوك بيفضل يضرب فيه وبيقول له إنه لبسه في جريمة قتل ولازم يخلصوا منها، وبيعرفه إنه بيكرهه وبيقول له إنه هيسفره للفلبين ومش عايز يشوفه تاني. وتاني يوم بيروح أون للمدرسة عشان الامتحان، ولكنه مش بيلاقي سوهو، بس بيلاقي رسائل من يي بتطلب فيها منه يتصل بيها. ولما بيتصل بيها بيلاقيها بتعيط وبتقول له إن سوهو في المستشفى وبين الحياة والموت.
ولما اون بيروح المستشفى بيلاقي يي بتعيط وبتقول له ان المستشفى كانت هتشخص حالته بانه مات، ولكنهم قدروا ينعشوا قلبه من تاني، ولكنه هيفضل في غيبوبة ومش عارفين هيفوق منها امتى، او حتى هيفوق منها ولا لا اصلا. وبيدخل اون لاوضه سو وبيلاقي جدته قاعده معاه، وبتبقى هي الشخص المتبقي في عيلته لانه يتيم، وبتقول له جدته ان سوهو كان دايما بيحكي لها عنه وانه اقرب صاحب ليه، فبيعيط انه بيقرر انه ينتقم لسوهو. وتاني يوم يونج بيرجع تاني للمدرسه بعد ما سوك المفروض يسافر وسوهو في المستشفى، واون مش في حاله تسمح انه يقضيه، بس بيلاقي اون جاي من وراه بيمسك دماغه وبيفضل يخبطها في الترابيزه، وبيمسك اون قلم وبيغرزه في كتف يونج وبيقول له انه عايز يعرف ايه اللي حصل لسوهو مين ضربه. فبيحكي له يونج على كل حاجه وبيقول له انه ما كانش موجود ولكنه شاف الفيديو اللي كلهم نزلوا ضرب في سوهو فيه، وبيبعت يونج الفيديو لاون، واون بيشوف كل اللي تسببه في اللي حصل لسوهو، وبتروح يي لسوق بيته قبل ما يتحرك وبيكون رايح للمدرسه يودع مدرسينه ويسافر، بس يي بتقول له انه مش هيهرب من العقاب، ولكنه بيقول لها ان كل اللي حصل ده بسببها، ولولا انها ظهرت في حياتهم ما كانش كل ده حصل. وبيروح اون لوو بيكون بيتمرن وبيبقى عايز يضربه، بس بعيدا عن ان وو متفوق على اون بمراحل فدراع اون اساسا مكسور وبيتجبس، بس اون كان كل شويه بيفتكر اللي حصل لسوهو وكمان اللي سوهو عمله له في الملاكمه وعلمه له كمان، وقدر انه يضرب وو عن طريق انه يستغل الادوات اللي حواليه، فبيكسر رجل وو اليمين بوزن تمرين تقيل وبيخليه يعترف عن اللي حصل وان اللي طلب منه يعمل كده هو سوك، فبيكسر له رجله التانية عشان يمنعه من التمرين خالص. وبيروح اون لسوك الفصل وبياخد طفاية حريق، ولكنه مش بيبقى رايح لسوك مخصوص، ولكنه بيبقى عايز يخلص على اللي اتدخل ووقع سوهو كان سبب في انه يتضرب، وفعلا بيعاقبه وبيضربه بالطفايه في دماغه وبيفقده الوعي، وبيروح اون لسوك عشان يدور عليه وبيوقعه على الارض وبيبقى عايز ينزل ضرب فيه، ولكنه بيقول له انه مش قادر حتى يضربه لانه كان صاحبهم واقرب حد لهم. ولما بيجي اون يمشي من المدرسه كل الطلاب بيبقوا خايفين منه ومن اللي عمله، وبيروح اون يقعد جنب سوهو مش بيبقى حتى استحمى ولا شال الدم من عليه، ولكنه بينام على نفسه. وتاني يوم الصبح سوهو بيكون فاق وبيصحي اون وبيقول له انه مش عايز يساله عن اللي على هدومه ده كاتشب ولا دم، ولكنه متاكد انه دم، بس بنعرف ان سوهو ما فاقش ولا حاجه ولسه فاقد الوعي، فبيقعد اون يعيط جنبه. وبنعرف ان سوك سافر خلاص، وكمان يي بقت حاسه بالذنب ان هي السبب في كل حاجه، فاختفت من حياه اون وسوهو للابد. وبعد اللي حصل من اون في المدرسه كان اكيد لازم يتسجن في الاحداث، ولكنه استغل ذكائه وقدر يهدد ابو سوك بالفيديو اللي معاه، ولانه عضو في الكونجرس قدر يخرج اون من كل المشاكل اللي عملها، بس بشرط انه ما يجيبش سيره سوك تاني. وبيتنقل اون من مدرسته، ومفيش ولا مدرسه في المنطقه اللي هو فيها قبلته، بس مفيش غير مدرسه بعيده شويه قبلته واضطر انه يعزل من بيته، والمدرسة دي اسمها اون جانج. وفي أول يوم اون بيدخل فيها المدرسة بيعرف هي ليه قبلته برغم اللي عمله، لأنه أول لما بيدخل الفصل بيلاقي الطلاب شكلهم مرعب وكأنهم كلهم بلطجية مش بس متنمرين، وأول لما بيقعد على الكرسي بتاعه بيجيله واحد عشان يتنمر عليه زي ما يونج كان بيعمل معاه بالظبط في أول المسلسل، بس اون لو سكت فهيبقى أضعف واحد في المدرسة، عشان كده بيحب إنه يسيب علامة في المكان تخلي الكل يخاف منه، فبيمسك اون القلم بتاعه وبيفتحه، وطبعا كلنا عارفين ايه اللي حصل بعد كده. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير والكومنت، وكمان لو عجبتك القناة كلها ما تنساش بقى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. سلام.